حلوى الطفولة الكوجاك، وليها كذا مسمى، منها راس العبد ومنها الايس كريم الشتوي. هنعملها مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، وبلاش نشتريها من بره تماما، اولادنا مخلصين فلوسهم عليها. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نشوف احلى واجمل كوجاك ونسمي اللي حبايبي ونشوف احلى واجمل كوجاك نعمله في البيت. بسم الله. ومعايا في البدايه حله فيها شويه من الميه اللي انا بستخدمها ميه تكون دافيه سخنه مش مغليه، تمام. وعليها طبق او بوله تكون تتحمل الحراره بالشكل ده، كاننا بنسيح شوكولاته على حمام مائي بنفس الطريقه بالظبط. هنزل هنا معايا 2 بياض بيض، ودايما انا بقول لكم نستخدم البيض الاحمر او البيض اللي هو بالعلامه البرتقالي، بلاش الابيض خالص بيكون فيه زفره كتير. ونص كوبايه من السكر الحبيبات، وعليها ربع معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفانيليا السايله زي ما احنا ما شايفين سوا، او نص معلقه من الفانيليا السايله، وهضيف كمان باكت من الفانيليا البودر. بحب جدا ان انا انكه الوصفه بتاعتي هنا بالنوعين من الفانيليا، بتدي اضافه حلوه جدا، وكمان بتضيع زفاره البياض بتاعنا تماما. تقدري تضيفي حاجه واحده بس مفيش مشكله خالص، يعني على حسب المتاح عندك او المتوفر معاكي. بقلب بالاسباتولا او بايدينا بقى كده لحد ما ندوب السكر تماما. عايزه اقول لكم ما ينفعش نستخدم مضرب، علشان احنا مش عايزينه يعمل مرنج يعمل فوم كبير، لا احنا بندوب السكر وبس كده. خلاص تمام معانا وجاهز جدا. النار بتاعتنا بتكون نار متوسطه مايله للهادي علشان البيض ما يستويش معانا. في بوله بقى، وابدا انزل بكل الخليط اللي احنا عملناه، ودوبنا السكر تماما على النار بتاعتنا وعلى حمام البخار اللي احنا كنا مشغلينه. وهبدا ان انا اشتغل بالمضرب لمده 15 ل 20 دقيقه، يعني بنخفق بالمضرب كده لمده 15 الى 20 دقيقه لحد ما يوصل للقوام اللي هنشوفه سوا. عايزه اقول لكم طبعا بنفصل المضرب ونرجع نشغله تاني حفاظا على المضرب بتاعنا. عايزه اقول لكم لو انت بتستخدمي العجين هيكون اسهل كتير جدا من كده، وهياخد منك 15 دقيقه بالظبط مظبوط. لازم نوصل للقوام ده ان هو يكون متماسك تماما، مش بينزل خالص وكأن فيه مطه، دي هتبقى كويسه جدا معانا. لو ما وصلش معاكي لكده هيبوظ وانت بتستخدميه، فلازم يوصل معاكي للمرحله دي. لو فضل سائل استمري في الخفق فيه لحد ما يوصل معاكي للقوام المتماسك اللي احنا شفناه مع بعض سوا ده. هنا معايا البسكويت اللي انا هستخدمه، طبعا مفيش ابسط من كده، ده نوع البسكويت اللي هو اهلاوي، اللي هو السونيوريتا الساده خالص العادي متوفر عندنا في كل مكان. عايزه اقول لك الكيس ده كان فيه حوالي 18 قطعه، هو 50 جرام ب5 جنيه، حاجه مش مكلفه. بنستخدم حوالي كيسين من البسكويت او كيس ونص، يعني كيسين الا 4 قطع بالظبط. معايا هنا بعد ما رصيتهم كويس جدا وجهزتهم، ومعايا كيس من اكياس الكريمه، وابدا ان انا انزل فيه بالخليط. وطبعا احنا لازم اكياس كريمه، ما ينفعش كيس تلاجة علشان الكيس يتحمل ان احنا نبدا نضغط عليه بدون ما يتفتح معانا تماما او اي حاجه. شايفين الخليط معايا هنا، ملاحظين فيه مطه كده جميله جدا، وده اللي احنا محتاجينه خالص. ونبدا نفتح الكيس بتاعنا فتحه مش تكون كبيره ولا صغيره، يعني حاجه تكون كده مظبوطه تمام علشان تعمل معانا الشكل المظبوط تمام جدا. ومعايا هنا البسكويتات بتاعتي، وابدا ان انا اعمل بالكيس الشكل بتاع الكوجاك. هنا اول واحده دي طلعت معايا جامبو مفيش مشكله خالص. ببدا ان انا اضغط مكاني وانا ثابته واطلع لفوق، اضغط واطلع لفوق زي ما انا ثابته في مكاني بالكيس تمام. بعمل البوزه دي المطلوبه جدا، بتدينا الشكل المظبوط للكوجاك. وبخلص كل الكميه بنفس الطريقه لحد ما اخلص كل الوحدات اللي انا رصاهم. هي اخدت معايا الكميه دي مظبوطه، وفي زياده واحده كمان، يعني اعملوها وانتوا ان شاء الله مطمنين جدا جدا. زي ما شايفين كده باخدهم وادخلهم الفريزر لمده ساعه، يعني ساعه ساعتين مفيش مشكله تماما، لحد ما يتماسك معاكي خالص علشان نقدر ان احنا نجلسه. معايا هنا الشوكولاته الدارك، دي شوكولاته بحليب. استخدمت قد ايه؟ 250 جرام. هنسيحها طبعا على حمام مائي. النوع اللي انا استخدمته شوكولاته دريم، شوكولاته بالحليب. استخدمت ديت 200 جرام، فانا كنت محتاجه 50 جرام، فاستخدمت من سوي كوك 50 جرام كمان تمام. يبقى 250 جرام من الشوكولاته بالحليب. سيحتهم على حمام مائي، بقت معايا بالشكل ده. طبعا نقدر نستخدم شوكولاته دارك مفيش مشكله، لكن انا بحب اللي بالحليب علشان الاطفال اولادي ما ياكلوش الحاجه تكون فيها نسبه كافيين عاليه.
هنا الشوكولاته هبدا ان انا اصبها في حاجه تكون غويطه شويه علشان لما اغطي الكوجاك معايا بالشوكولاته تبقى تمام ومظبوطه. وبضيف على الشوكولاته 250 جرام من الشوكولاته حوالي ربع كوبايه او تلت كوبايه من الزيت. بخففه بيديني قوام احسن كتير لما اجي استخدمه علشان ما يعملش معانا تكتلات او يكون فيها قطع، لا يبقى الشكل مظبوط وتمام، وفي نفس الوقت بيزود معايا الكميه وبيخففها بتبقى احلى كتير. طلعت الكوجاك من الفريزر متماسك وكويس جدا. الشوكولاته نحاول نخليها تكون فتره شويه مش سخنه بزياده. بنزلها بالشكل ده تمام جدا مظبوطه معايا وتمام. زي ما بقول لكم لو انتوا هتعملوا كميه كبيره حاولوا تعملوا اول باول وتدخلوا على التلاجة على طول، يعني مش تعمليها وتسيبيها جنبك وقت طويل او مثلا يكون المكان سخن درجه فيه حراره عاليه او كده، هتلاقيها ساحت معاكي وبدات ان هي تطلع السائل الابيض من بره، فمش هتبقى مظبوطه وتمام. فعلى طول نحاول ان احنا نخلص وندخل التلاجة على طول. وبخلص كل الكميه بنفس الطريقه. مهم ان احنا نطلعها على شبك او على ورق زبده لو مش متوفر عشان تنزل الزوايد بتاعتها من الشوكولاته. دخلتها التلاجة نص ساعه وبعد كده هنشوفها سوا. شايفين بقى بجد شكلها قمرايه جدا، بجد جميله جدا، يعني كيوته خالص. في طريقه تانية ان شاء الله هعملها معاكم باذن الله للكوجاك برضو، طريقه مختلفه عندي شويه وهتعجبكم جدا. يعني الفكره وصلتني وقت ما انا ما بعمل الوصفه، فباذن الله هننفذها سوا. شايفين بقى شكلها من جوه والقطمه بتاعتها، وهوريكم المطه بتاعتها وانا بقطعها بايدي دلوقتي معاكم. يعني حبيت ان انا اعمل القطعه التانية دي علشان اوريكم. شايفين المطه اللي موجوده، مش ان هي سايله خالص، لا فيها مطه كده جميله جدا. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. بحبكم جدا جدا في الله يا اغلى واجمل اخوات في الدنيا. استودعكم الله والسلام عليكم.